مساء الفل. حاجة صغيرة كده بس يعني ايه، حاجة دلع كده. لقيت بوست من الأصدقاء، حد عامل له شير، فأنا ما فهمتش. لقيت كده تري كبير كده، بتاع اللي هو بيتحط عليه الأكل ده، وعليه أكل حلو قوي، وعليه يعني شوية حاجات تحفة. عليه بقى معرفش بقى مش عارف ايه بالنوتيلا وفول وطعمية بوكس كده يعني ايه، وقال لك مكتوب عليه بوكس الافطار على السعادة من عندنا غير. فانا قلت بوكس الافطار السعادة من عندنا غير. ده ممكن يكون تبع ايه؟ ده ممكن يكون عندنا مثلا في مصر وفتح مثلا حاجة مش عارف ايه. انا ما بصيتش يعني، انا بصيت على الاكل وايه وبقي ريل. اوريكم كده المنظر ده يا جماعة. بوكس الافطار اللي عندنا غير حاجة يعني بقى ايه. ما احكيلكوش بقى، شوية بقى فاكهة وشوية معرفش ايه رابس كده بالنوتيلا وكرواسون وثلاث طعميات ولانشون وجبنه ومعرفش جبنه بالزيتون ومعرفش ايه اللي في النص ده تونه وبطاطس كده شكلها يام يام خالص ومعرفش ده فول. وبعدين اتنين عصير، واحد فراولة وواحد معرفش مين حاجة يعني ايه. وبعدين كمية دبس بقى هناك، ديبنجز هلامية، وبعدين مش عارف في خيار بقى مخلل حاجة يعني يا جماعة. والله يعني حياة أمي يعني أنا إيه بقي ريل من كتر الحلاوة. المهم يعني، فأنا عمال أقول يا ربي هو المكان ده فين. وفي صديق كان حاطط موضوع يعني، كان حاطط البوست يعني، فانا مش فاهم يعني هو ايه بتاع ده فين. المهم يعني ايه، فكان كعادتي بروح دايس على الصوره، تفتح لي الكومنتات، وابص على الكومنتات اشوف فين او اشوف المكان فين. المهم انا دوست على الصوره ورحت ببص كده. المهم بقى رحت الاقي ايه، نفس الكلام. ففي واحد كاتب يا مصريين الكافيه في ليبيا، الكافيه اسمه كافيه فيس. فانا قلت الكافيه فيس في ليبيا، ايه ده غريبه دي. فلا فرحت عامل كده عنوان الكافي بني غازي. الفويهات شارع الجود للحجز والاستفسار يرجى الاتصال على الارقام التاليه 091. الفويهات شارع الجود، يا نهار اسود. البتاع ده بني غازي. طبعا بقى ايه، رحت داخل على الكومنتات بتاعت الناس وعمال اتفرج طبعا على البشر، وهي بقى ايه بقها مريل زي حالاتي كده، وبيحاولوا يلاقوا اي حاجه بقى طبعا يعني هم مش عارفين يا حرام يعملوا ايه. ف... بكام البوكس ده اكيد مصري، اهو كايرو ايجيبت. وبالوالدين احسانا ده اكيد مصري، الكسندري. محمد ابراهيم مصري، ابعاد الفني الصناعي. وحمالين بقى كمية مصريين مصريين، وكل شوية حد يقول حاجة ويكتب. طبعا دي داخلة يعني ايه في النص كده من ضمن يعني ايه، من ضمن الكومنتات اللي هي ايه، عارف ايه، تبقى بتكلم واحد في الشارع كده وبعدين فجأة تلاقي واحد راح معدي عليكم، سلام عليكم انا مش من البلد دي حضرتك ومحتاج 5 جنيه عشان اروح بيتنا. فدي مثلا يا جماعه لو سمحت، انا طالب في كليه اداب ومحتاج اكمل مصاريف الكتب، لو حد قادر انه يساعدني اسدد انا فاضل لي 150 واكمل مصاريف الكتب باذن الله وجزاكم الله خير. من ضمن الحاجات يعني اللي كان بيحكيها لينا الشيخ يعني، فبيقول لك الناس اللي بتبقى محتاجه فلوس بتعمل ايه يعني، طريقه الشحاته الجديده يعني. فيقول لك ايه، انا حضرتك انا عندي المفروض اعمل عمليه، العمليه دي تمنها 300 جنيه، وانا معايا من العمليه دي 180 جنيه، فانا كل اللي محتاجهم 120 جنيه والله. فهو الشيخ يعني ايه كان بيحكي الموضوع عندنا في الجامعه، وكان بيقول ايه يعني دي طريقه فان هو ايه تديله يقرب لك المسافه يعني، ما يقولكش ان ايه انا محتاج ال 300 جنيه كلهم، وحتى يوريك ان هو معاه ال 180 جنيه. فبدل ما يوريك يقول لك انا محتاج ال 300 جنيه كلهم، يوريك 180 يقول لك انا محتاج 120. فطبعا الشيخ جميل قوي في الحركه دي، فيقول له ايه، يقول له هات يا باشا العمليه اللي انت عايز تعملها او وات ايفر، طبعا مفيش عمليه ب 300 جنيه يعني. يقول له هات الكشف اللي انت عايز تعمله او هات الدواء اللي انت عايز تشتريه واحنا نشتريه لك وبكره يتوفر. ايه ده بجد؟ يقول له اه. في بقى ايه ناس كتيره بتسيبه وتمشي، وفي ناس تديله دواء كده ملوش اي كلام او ملوش اي معنى، وفي ناس بتسيب الراجل وتمشي. فطبعا يعني ايه من ضمن الحاجات يعني. المهم نكمل مع الايه العنوان العنوان والتليفون وبكام التوصيل. طبعا في ناس كتير
في حد بقى كاتب بقى ايه، قال يعني رادت بقى ام وليد دي اكيد مصريه صح ولا ما اعرفش. شريف كامبا ده مصري من كايرو، فبيقول ايه اكيد بس ممكن يتاخر شويه في التوصيل. طبعا ده بيتريق. ده عارف ديفينتلي ان الموضوع ده في ليبيا. طبعا ايه ده في ليبيا الشقيقه. السعر بكام؟ ممكن السعر بوكس، ممكن سعر البوكس. كل اللي علق على البوست بيسال فين وبكام، والناس هتموت في غزه من الجوع. اللهم لا تفوق بيه. طبعا تمام يعني، انا ما اقدرش اقول، بس في ناس كده اللي هي ايه يعني، يعني تمام يعني. انا متخيل يعني، مش عايز اتكلم ومش عايز اعلي، طبعا انا ما بعليش على حد والله يعني، بس يعني ربنا يرحم الناس في ربنا يرحم الناس في غزة يا رب، ويعني ويخلصنا من الموضوع ده. لا، الموضوع ده واحد قلبه بيوجعه يعني. طيب خلينا نكمل. المحل وين؟ ده منين ده؟ ده من سوريا اصلا. ده من دمشق. طب خلينا نكمل كده. المكان في ليبيا، انا مسافر اللي محتاج بوكس من عيوني. ده واحد اصلا ايه بيوفر بقى، عارف اللي هو اتش هايكر. يا جماعه لو حد محتاج بوكس من البوكسات دي يقول لي وانا اجيب له وهو جاي. طيب يا جماعه نكمل شويه كمان الكومنتات. انا بحب يا جماعه من ضمن الحاجات اللي بموت فيها الكومنتات بتاعت الناس على البوستات. بتلاقي كل حاجه، عارف زي كانك ماشي في الشارع كده. تلاقي اللي بيشحت، تلاقي اللي بيقول مثلا ايه صلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وتلاقي مثلا مش عارف اللي ايه، تحس ان انت في الشارع. ازاي تفطر ب 400 جنيه؟ طبعا ده لسه ما وصلوش اهو. ده لسه ما وصلوش اسلام. ده لسه ما وصلوش اصلا فكره ان المحل اصلا في بنغازي في ليبيا. ده لسه. طيب الله يعطيكم جوع يا رب يا رب يا رب. طبعا ما اعرفش ده منين، وصفاء مش عارف ايه ده منين. المهم بكام وفين؟ ده يفطر 15 شخص. لا والله يا استاذ، لا انا مش عايز اقول لك يا استاذ شادي، بجد 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 على الطبق ده خلصه كله لوحدي. كمية، في كمية يعني كالوريز في هذه الطبق ده. مبقاش بالكالوري، مبقاش بالكيلو، ده بقى بالطن يعني. بقى طن كالوري. طيب في واحدة كاتبة إيه، مش قادر اسال عن سعره استحي. والله كلنا نستحي. العنوان طبعا ده برضو حرام، ايه لسه عايش كام يا عمنا؟ والمكان فين؟ فين؟ طبعا انا متخيل ان المحل دلوقتي ده او البيج دي طبعا يعني ايه السبايك. بتاعت بتاعت كميه الناس اللي عملت فولو للصفحه من غير ما تبص حتى هو المكان فين. وطبعا تلاقي المصريين دلوقتي طالعين من مظاهرات بيقولوا احنا عايزين مكان للمحل ده في مصر. المهم العنوان، السعر، الواحد جه على المشكله اللي مش عارف ايه بكام العنوان، السعر والمنيو. على فكره الناس دي يعني التصوير او الحاجه او البرزنتيشن بتاع الاكل بتاعهم على فكره حلو فشخ يعني. خليني اوريكم كده يعني ايه من ضمن من ضمن الحاجات. والله الناس اللي برزنتيشن الاكل بتاعهم حلو يعني. البرزنتيشن دي بالنسبه لي تحفه من تحف الزمن يعني. خلينا مثلا ايه نوريكم صور تاني. ده مثلا عاملين سندوتشات يعني. لا 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 يا جماعه، لا يا جماعه، في كميه هطل في هذا في هذا المكان مش طبيعي يعني. لا 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 لا، بيعمل شكل اكلهم حلو قوي يعني. حتى الكيكس وحتى الحاجات معموله حلو جدا يعني. بصوا النبي التحفه، والله تحفه من تحف الزمن. تحفه من تحف الزمن. اسمه كيك فيس. كافيه فيس، انا اسف. يعني كافيه فيس طبعا يعني ايه تشيزي قوي، بس هي كافيه فيس. والله طب والله شكلها تحفه. انا بقول طعمها تحفه. طب والله شكلها تحفه. شوف الجمال. بص اديني في البيستاشيو يا جماعه. يا خرابي يا خرابي، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. لا احنا محتاجين ده يا جماعه يا جماعه. شاوت اوت لهذا المكان يا اساتذه كافيه فيس. احنا محتاجين هذا المكان في مصر وبهذه الجوده من المنتجات والحلويات. طبعا كالعاده ده فيديو تهييس من تهييساتي، ويعني سلام.